السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده صحيت الصبح لقيت بنتي الصغيره كده بتقول لي يا ماما انا عايزه اعمل حاجه كده لله. قلت لها طيب ماشي من عينيا هعمل لك اللي انت عايزاه. طيب واحنا معزومين كده من الحاجه دي؟ قالت لي لا، ده انا عاملاه لاهل الله. قلت لها طب ما احنا من اهل الله، ما احنا من اهل الكهف ولا ايه؟ المهم ما رضيتش تخلينا ايه ناكل منه، فقلت ايه هعمل حاجه لينا احنا بقى خفيفه كده جنبها. هشتغل على اكلين. انا هنا هعمل لينا احنا بطاطس وبانيه، وهي هعمل لها عيش ولحمه ورز ابيض. الحله اللي قدامكم دي فيها كام فص توم كده، حمرتهم شويه خليتهم ذهبي، ونزلت عليهم بشويه طماطم، وهصفيها علشان اعمل فيها مكعبات بطاطس لينا يعني للبيت. ه- الحله التانية دي هعمل فيها الصلصه بتاعت اللي هحطها في العيش. جبت راس توم كبيره وحطيت شويه زيت نضاف، وقلبتهم كده لحد ما يبقى ايه لونها ذهبي. لازم تبقى يعني ايه محمصة كده، ما تبقاش فاتحة، لانها بتنزل درجة عن ما انت كنت بتطفيها بالخل. دي الحلة اللي فيها اللي انا هحط فيها البطاطس. الحلة التانية حطيت فيها شوية كمون وشوية فلفل، لازم تتسبك زي ما انتوا شايفين كده. احط شوية فلفل وانزل بالبطاطس عشان تشرب من الصلصة. انا مش هعمل كتير، انا هعمل بس على قد الايه، على قد الغدا. دي بطاطس مكعبات كده كنا بنعملها في الافراح، ودايما برضو ولحد دلوقتي لسه برضو بتتعمل. بتبقى خفيفة كده وسهلة وسريعة. بتعمل بالثوم وحتة زبدة وشوية زيت وملح وفلفل وبطاطس مكعبات. في ناس بتحط فيها لحمة مسلوقة، بس انا بصراحة ما كانش عندي لحمة، عملتها كده جنب بانيه. هقلب بقى كده، هسيب البطاطس فيها كده لحد ما تشرب شوية من الصلصة، وبعدين عشان ما كانش عندي شوربة بقى فانا هضيفها بالمية، يعني وهسيبها تستوي في المية. دي الحلة بتاعت الصلصة بتاعت العيش بتاع اللي هيخرج يعني. هفضل بقى اقلب فيه كده لحد ما اللون بتاعه ياخد لون ذهبي محمص. نزلت كده بحتة زبدة عشان تلم كل المكونات دي، عشان برضو انا شارك في حاجة زي كده يعني، برضو دي بتبقى ثواب وحاجة جميلة. هقلب بقى كده لحد ما اللون يبقى محمص كده وذهبي زي ما قلت لكم، وبعدين اطفيه بالخل. يعني كأنك بتعملي الصلصة بتاعت الفتة بالظبط. بس انا مش هعمل عيش في شوربة. هقلب بقى كده بعد ما حطيت شوية فلفل اسمر، اول ما تطلع ريحتهم كده هنزل بشفشق الطماطم. هقلب لحد ما تتحمص كده التومة، وبعدين اطفيها بالخل وانزل بالطماطم. الحاجات دي بتبقى جميلة قوي وبتبقى اقرب حاجة لربنا، الصدقات اطعام الطعام. نزلت بالخل، طبعا هنا بتشمي احلى ريحة بقى طبعا بتاعة الخل والثوم يعني. تقلبي تقلبتين كده 3، وبعدين تحطي الشفشق الطماطم، وتسيبيها بقى تتسبك كده على نار هادية، وتبدأي بقى تعملي في الرز بتاعك. طبعا من بدري انا وانا سلقه اللحمه مش عاملاها يعني سلق كامل، لا انا بغطيها بميه واحط بقى عليها ورق لورا، فلفل اسمر مطحون وحبهان وطماطمايه وبصلايه، واخليها تشرب الميه اللي هي بتغطيها، ونطقها كده زي ما انت بتشوفيها. ده طريقه التقليب اللي فيها علشان خاطر ما تتهريش يعني. احط لها بقى في الاخر كده معلقه زبده كبير، وبتبقى جوسي كده وبتبقى جميله. بدل ما تحمريها، لما تحمريها بتنشف يعني، فانت عشان هتخرجيها كده لازم تبقى طرية علشان تبقى مع العيش والرز تبقى جميلة والصلصة. هنا جبت حلة تانية وهعمل الرز الأبيض. ضفت بقى زيت نضيف كده، وده رز أبيض أهو، مغسول ومش منقوع. هعمل بقى كمية رز إن شاء الله تقضي كده بالبركة، تقضي الكمية، وإن شاء الله تفيد بإذن الله كمان. دي أيام مفترجة، وفي ناس كتير بتبقى صايمة، ومع غلو الحاجات دي والأسعار في ناس يعني بتبقى محتاجة حاجات زي كده كتير. أنا بصراحة بشجعهم يعني، أما بصدق حد يقول لي يا ماما أنا عايزة أعمل حاجة كده أخرجها يعني لله، بشجعهم وبعملها لهم. وأنا ساعات برضو بعمل علب كشري والله، مش مش كله بيبقى لحمة، وبتبقى نظيفة وجميلة وأحلى من الكشري الجاهز اللي بره، وبيبقى طعمه جميل، واحنا كمان بناكل منه من اللي أنا بعمله في نفس اليوم يعني. بقلب بقى الرز بتاعي، لازم ياخد طبعا حرارة، لازم يبقى سخن عشان خاطر ايه ما تنزل عليه مية سخنة يغلي على طول ويبقى مفلفل. هنا بقلب بقى برضو معايا الرز شوية كده، واضيف المية المغلية من الكاتل كده على طول علشان يتشرب على طول. وكل فترة كده في حد
يقول لي نفس الموضوع، وكل واحد بقى بيعمل تبع مقدرته يعني، تبع اللي هو عاوزه يعني. انا لقيتها بصراحة فاجئتني، وجايبة اللحمة وشايلاها على اي كمية مش كتير، بس يعني حلو انها بتعمل كده يعني، كويس. هقلب الرز بقى وهسويه كده واسيبه لحد ما يتشرب، وبعدين نعمل احنا بقى الايه الاكل التاني اللي احنا هناكله. انا بعمل كله في نفس التوقيت ان شاء الله، يعني نفس الوقت بيطلع كل الاكل مع بعض، علشان خاطر برضو يوصل الاكل للناس سخن، ما يبردش يعني. اغطي بقى عليه اسيبه يتشرب. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اي حاجة زي كده بتبقى مضاعفة في حسناتها، وبتبقى بتزيد بركة للبيت، وكل واحد يعمل على قد امكانياته. انا هنا حطيت معلقتين زبدة كده للرز، واقلبه كده من كل الجهات، واسيبه لحد ما يشرب الزبدة اللي انا حطيتها ويستوي فيها ويتشرب. هنا جبت طاسة وحطيت فيها شوية زيت نضيف، حطيت برضو معلقة زيت، وانا كنت متبلة البانيه ونقعاه من بدري في مية البصل و... والملح والفلفل، وشوية حبهان كده مطحون. وبعدين نزلته بقى في الفيجيتار اللي انا برضو عاملاه في البيت، هبقى انزله لكم بعد كده. وهقليه بقى كده بيبقى مقرمش بقى، ومعلقة الزبدة دي بتقرمشه وبتديله طعامة كده وبتخليه جميل قوي. ده البانيه بقى بتاعنا احنا بتاع الغلابة. طبعا هي مرضتش فعلا تأكلنا من الأكل، فاضطريت ان انا اعمل لنا أكل. هو ده أكلنا بقى اهو. ادي البطاطس اهي، بعد ما ضفت لها معلقة كوبايتين المية المغلية، تستوي فيها، ونص معلقة السكر بتخليها جميلة جدا، تبقى خفيفة وحلوة. ده أكلنا اهو. ده بتنجان من امبارح، ادي البانيه، وادي طبق البطاطس والرز الأبيض. ده الأكل بتاعنا. يا رب ان شاء الله كده يكون في ميزان حسناتها. وادي اهو الاكل اهو، بعد ما خلص. ادي الاكل بقى اللي انا هي هتطلعه، رغيفه اهي مفتوحه، وحط فيها كبشتين رز كده، كبشه صلصه، وحته اللحمه، طبعا جوسي وطريه مش متحمره، لان لو اتحمرت بتبقى ناشفه يعني. ادي معلقتين كبار رز كده، كبشتين، كبشه صلصه. احنا فكرنا كنا هنجيب العلب والفويل والكلام اللي كنا بنعمله الاول ده، بس الحاجات دي بقت مكلفة جدا. قالت بدل ما تشتري الحاجات دي بتمنها برضو تكتر كمية ال الاكل يعني اللي هتطلعه. الصلصة دي بتبقى في منتهى الجمال، بتبقى حلوة قوي على الرز ومع اللحمة بتبقى جميلة. وربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتها وميزان حسنات كل اللي يعمل ويطلع حاجات كده لله يعني. دي الصلصة. احنا برضو بنقدمه بطريقة جميلة برضو، شنطة نظيفة كده وبتلفيها، وبتبقى جميلة وسخنة وحلوة، و... وبيبقى حلو يعني. ربنا ان شاء الله يجعله في ميزان حسنات الكل. ادي معلقة الصلصة وقطعة اللحمة. وادي الأستاذ عمر طبعا هايص هو اللي هيوزع، عشان بنعوده على الصدقات، لأن الصدقات أحب الأعمال إلى الله. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله في ميزان حسنات الجميع. مع ألف سلامة.